خصوصا انها راح تحافظ على رتم الفريق. تلك اراء، تلك احاديث ما قبل المباراة، لكن الليلة المباراة مسجلة بين الهلال والجزيرة، واحمد علي اول انفراد ويضعها في المرمى واول اهداف المباراة. الزعيم يتقدم مبكرا تماما بكرة ذابحة وقاتلة من احمد علي كامل، بتصرف كامل من اللاعب اللي هرب من دفاع الجزيرة، واعلن عن تقدم الزعيم باول هدف في المباراة. الهلال يلعبها جد وناويها جد، يلعب الاسمه والمكانه وتواجده وبنجومه، واحد نجومه الان يتقدم هو احمد علي في اللقطه اللي ما فيها تسلل ابدا. احمد علي كامل يسجل بتواجد كامل وحضور كامل، والكمال لله والابداع كان من نصيب احمد علي في اللقطه الماضيه. الهلال يريد مصالحه ارضه، مصالحة جمهوره هنا في الرياض، باعتبار ان اخر مباراتين اسيويتين الهلال لم ينتصر على حساب الفرق الايرانية في اخر مواجهتين، لكن الليلة في مباراة رقم 104 اسيويا. كرة ولي في مكان خطير عالي، السلام القحطاني ياسر انت قحطاني، ياسر انت قحطاني، انت ضيع عيونهم وحبيب قلوبهم. من انت وكيف انت وشلون انت؟ اسمه حلو ولعبه حلو وفنه حلو وكله على بعضه حلو. هذا ياسر القحطاني، ياسر بيسجل الهدف الثاني لمصلحة الهلال عن جدارة واستحقاق. الهلال يسير نحو نتيجة كبيرة في هذا المساء. ياسر يأشر بالأوكي، وكل جماهير الهلال تقول له أنت أوكي. هدف ثاني، ياسر القحطاني صنع هدف، سجل هدف. إنه ياسر أنت قحطاني أنت. هذه الوحدة بهدفين مقابل لا شيء، وبالتالي هي المعادلة. الأندية السعودية تواصل تألقها والأندية الإماراتية تواصل إخفاقها، وهذه كرة لعبد الله موسى، عبد الله بيلعبها أمام المرمى وهدف لمصلحة الجزيرة عن طريق أحمد جمعة. مباراة شكلها فيها أهداف كثيرة. الجزيرة الآن في غفوة لدفاع الهلال وعن طريق أحمد جمعة، ودكة البدلاء تنتعش أملا في تبديل النتيجة. العنكبوت يرسم أول خيوطه هنا في الرياض رغم صعوبة الموقف، والجزيرة يسجل هدف تقليص الفارق وتصبح النتيجة 2-1. عبد الله قاسم خدها من المرشدي ومر وتأنى وانتظر أحمد جمعة حتى أتى ولعبها لأحمد ووضعها في المرمى، وأعلن عن هدف جزراوي الآن. هدف جزراوي في مرمى الهلال، و2-1. شكلها من المباريات اللي فيها أهداف كثيرة، شكلها فيها أهداف كثيرة. الثاني والمباراة ككل، سبهان والهلال من هذه المجموعة. المجموعة الثانية من خلالها الغراء السد وبإذن الله النصر. المجموعة هذه كرة ملعوبة للشلهوب، آخر لقطة في المباراة، محمد بيلمها وبيحطها جول. هدف ثالث للهلال، ومن خلال هذا الهدف نبارك للهلال صعوده إلى الدور القادم. محمد الشلهوب يختتم هذه المباراة المملة بأحلى لقطة. هذه المباراة مملة لكن الشلهوب ما تمله أبد أبد أبد. إن كانت قمة الملل في الشلهوب عمرك لما تشوفه ما يجيك ملل. محمد لما بشكل جميل وضعها في المرمى، حسم المباراة تماما. 3-1 للهلال، أكبر انتصار للهلال على الأندية الإماراتية في الرياض بفارق هدفين، باعتبار ان الفوز اليوم 3-1 يتحقق على حساب الجزيرة. الهلال الى الدور القادم مع نادي سبهان، الجزيرة والغرافة. اللقاء سيكون في السنة القادمة. اختلفت الطموحات، المقومات، المزايا، الرغبات، الشخصيات. الهلال ينظر الى الامام، الى اسمه، الى حضوره، متصدر الدوري السعودي، يصل الى تقريبا